السلام عليكم ورحمة الله. قناة كاتي وبيك والمطبخ ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم غنصايبوا واحد التحلية سميتها كريم كاتالان. ندخلوا للكوزينة باش نبداو الوصفة ديالنا على بركة الله. عندنا في هذا الكريم كاتالان المكونات الآتية: نص ديال كريم فريش كما تشوفوا أنا درتها في 2 كيسان، وعندنا نصف لتر ديال الحليب، وعندنا 4 ديال صفار البيض، وعندنا هنايا القشور ديال الحامض، وواحد العويد ديال القرفة، و50 غرام ديال المايزينا، و50 غرام ديال السنيدة. ندخلو باش نبداو الوصفة ديالنا على بركة الله. هنا عندنا في واحد الكاسرول غنجيبو داك نص ديال الحليب نوضعوه كما تشوفوا، ونجيبو نصف لتر ديال كريم شونتي ونوضعوهم مع الحليب في هذا الكاسرول. من بعد غادي نجيبو ان شاء الله هذاك العويد مع دوك القشور ديال السيترون ونوضعهم مع هاد المكونات، وهاد المكونات كامله غنوضعوها فوق النار. غير تدفى لينا هاد المكونات، ما نسخنوهمش بزاف، غير يدفاو لينا ونحيدوهم ونجيو نصفيهم. من بعد ما وضعنا المكونات كامله فوق النار تنبقاو نحركو بهذه الطريقه كما قلنا حتى يدفن هاد المكونات، ما تسخنش بزاف. ومن بعد كنحيدو. هنا عندنا في واحد البول غنجيبو السنيده ديالنا اللي هي 50 غرام، ونجيبو دوك 4 ديال صفار البيض نوضعوهم حتى هما في البول، ونجيبو ديك 50 غرام ديال النشا حتى هي نحطوها على هاد المكونات، ونبداو نخلطو في المكونات ديالنا حتى تينسجموا مع بعضياتهم. كما قلت نبقاو نخلطو في هاد المكونات بثلاثه حتى تينسجموا لينا. من بعد فاش غينسجموا غنجيبو الكاسرول ديالنا، من بعد ما نسجم لينا الخليط مزيان غنجيبو ان شاء الله الكاسرول ديالنا ونبداو نكبو على هذا الخليط بشويه بشويه. نحاولوا نكبو غير بشويه شويه ونخلطو شويه ونخلطو، لان الا كبيناه كامل هو راه سخون يقدر يكبد لينا البيض. لذا غادي نبداو نكبو بشويه بشويه في الصفايه باش ما ينزل ليناش داك المخلفات ديال قشور السيترون. حنا كنكبو حنا كنخلطو بهذه الطريقه كما تشوفوا. تنخلط تنكب شويه، كنخلط تاني ونكب شويه حتى نسالي كاع الكاسرول اللي عندي. من بعد باش غنخلط هادشي مزيان غادي ناخد الوصفه ديالي ونرجعها للكاسرول باش نحطها تاني فوق النار ونبدا نخلط بشويه بشويه حتى يعقد ليا المكون ديالي. فاش يعقد عاد من بعد تنحيد، ما نخليش يعقد بزاف، غير نحس بيه يشد راسو ونحيدو. هنا وضعناه فوق النار وغنبقاو نخلطو حتى تيعقد لينا، ومن بعد غادي نديوه باش نوضعوه في الكويسات ديالنا ونخليوه حتى تيبرد وندخلوه للثلاجه. دابا حنا غنخليوه هكا كيعقد هو فوق النار، دابا نبقاو نحركو حتى يعقد لينا، ومن بعد غنديرو الطريقه اللي قلنا لكم. هانتوما كما تشوفوا حيدنا الكاسرول من فوق النار، المكون ديالنا هو عقاد كما قلنا في الاول، ما تخليوش يعقد بزاف.
دابا ان شاء الله غنفرقوا على هاد الكويسات اللي عندنا كما تتشوفوا ونرجع لعندكم. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما وضعناهم في الكويسات. واحد الملاحظه هنايا بالنسبه للسكر سنيده، تيبقى السكر على حساب الذوق ديال الانسان، اللي بغى يدير 50 اللي بغى يدير 60. غير واحد الملاحظه، راه فاش غادي يبردوا وندخلوهم للثلاجه غادي نخرجوهم وغادي ندير فوقهم سنيده ونحرقوها. هذيك سنيده باش تعطينا واحد المنظر يكون رائع. يعني هذيك سنيده المحروقات هي راه في نفس الوقت راه حلاوه. دابا غادي نخليهم حتى تيبردوا وندخلوهم للثلاجه ان شاء الله. الكويسات ديالنا من بعد ما خرجناهم من الثلاجه كما تشوفوا، هذا الكاس وضعنا فيه سنه وحرقناها. احنا غنوريو لكم كيفاش درنا لهاد العمليه. بالنسبه اللي عنده السكر الاشقر يديرو، اللي ما عندوش يدير هاد العمليه، واللي ما بغاش كاع يدير هاد العمليه يزين باي حاجه بغا يزين بها. اللي عنده شوكولا بغا يزين بها، اي حاجه بغا يزين بها من اختياره. اللي عنده حتى الفواكه الجافه يزين بها. كما تشوفوا غنوضعوا سكر سنيده على الوجه ديال الكريم ديالنا بهذه الطريقه، وغنجيبوا الشاليمو ديالنا ونبداو نحرقوا هذاك السكر سنيده بهذه الطريقه كما تشوفوا. هانتوما كما شفتوا السكر احترق ولا تيبان بحال شي سكر اشقر. غنعاودوا معكم التجربه في الكاس الثاني بنفس الطريقه. كما تشوفوا هو السكر بدا تيحترق. كما قلت لكم المساله ديال التزيين تتبقى اختياريه، اي واحد يزين باش ما بغى. فواكه، شوكولا، اللي عنده في البيت متوفر يزين به. ما بقى لي دابا الا نمشي نقاد الكويسات ديالي في واحد البلاطو باش نقدمه لكم في الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال الكريم كاتالان وهذا كما تشوفوا المنظر ديالو رائع والمذاق ديالو اكثر من رائع. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتطبقوها في البيوت ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم في وصفه جديده مع قناه كاتي وبيك والمطبخ. الى اللقاء.